واحدة من أطيب الأكلات واللي الكل متفق على حبها، المعكرونة بالبشاميل. وأهم شي بدون كريمة طبخ، كلش طيبة وحيل سهلة، تراها مسووها بالفطور أو بالسحور، وضروري نمطرها بالليمون. فيلا نبلش. نحتاج زبدة. بذوب عندنا الزبدة ننزل لحم مفروم، نحمس اللحم كل زين، بصل مفروم ناعم وفوقه طماطة، ملح ومجموعة بهارات، وبس ينحمسون وتذبل الخضراوات ننزل خاشوقة كبيرة معجون وهم نحمسه وياهم، ننزل عليهم نص كوب مي، خليه 5 دقائق تسبك. وبين ما تجهز خلينا نسلق المعكرونة، مي حار ننزل بيه ملح وشوية زيت وننزل المعكرونة 5 دقائق تنسلق ونصفي المعكرونة من المي. بنفس الجدر اللي سلقنا بالمعكرونة نسوي البشاميل، وبداية نحتاج زبدة ولازم تكون نوعيتها مضبوطة حتى تعطينا نكهة كلش طيبة. انا راح استخدم زبدة انقور المملحة، وبما انه عندي كمية هواي فراح استخدم اصبع كامل. ومباشرة بس تذوب عندنا الزبدة ننزل عليه 5 خواشيق طحين ونحركه كلش زين، وعلى نار كلش ناصية نترك الطحين يتحمص، راح يعطينا نكهة كلش طيبة. وبين ما يتحمص خلينا نجهز الحليب، وراح استخدم نص كوب من حليب انقور المدعم. هذا الحليب كامل الدسم، نزله على المي، هاي الكميه كوبين ونص مي. نخلط الحليب كل زين وننزل الخليط على الطحين ونخلط ونجانس المكونات كل زين، وراح نتركه دقيقه واحده يفور. وشوفوا القوام شلون ثخن. وحتى نعزز النكهه والطعم والقوام نضيف له خاشوقتين جبنه كريمي. الجبنه انقور تنطيه طعم كلش طيب، وبالاخير ملح وفلفل اسود. وهذا هو القوام الكريمي والمضبوط للبشاميل. نشيل من البشاميل مقدار كوب، بعدين اقول لكم شنو نسوي بيه. مباشره فوق البشاميل وبنفس الجدر ننزل المعكرونه اللي سلقناها ونخلطهم كل زين، ونغرق المعكرونه بالبشاميل بهالطريقه. معكرونه غرقانه بالبشاميل، هذا هو الشغل الصح. ننزل نص من المعكرونه، ننزل الحشوه، ننزل نص المعكرونه الثاني، وبالوجه ننزل البشاميل اللي شلناه بالبدايه، وننزل شرائح زبده مملحه بالوجه، جبن موزاريلا نغطي الوجه، حراره 180 بالفرن، نشغل الفوق بس نموع الجبن.